انت معاك صفقة القرن، منافس قوي جدا للتيربو 3 والسي في 4 برو وكمان الوان بلس اي 3 في، موبايل الاحلام مع سناب دراجون 7 بلس جين 3، كاميرا سيلفي بتصور 4K، والاول مرة في العالم سطوع كبير جدا 6000 شمعة، وتقدر تشغله بدل الفلاش هيسد معاك جدا. عزيزي المشاهد، انت قدام صفقة ملهاش منافس في الفئة المتوسطة ومن ريلمي، انه الريلمي جي تي نيو 6 اس اي. معاكم طارق مجدي، والنهارده هنعرف مميزات وعيوب البطل ده. اول ما يميز العلبه هو الجراب ده، هو مش مميز قوي لانه ساده بس يؤدي الغرض، ومعاك شاحن 100 واط وصله الشحن، والموبايل اكيد بتصميم غريب شبه الايفون وقريب جدا من التيربو 3. ومن العلبه نتنقل للاداء. تماثل تحفه فنيه بنظام ريلمي الجديد، سلس وسريع جدا مع التردد ال 120 هرتز، جميل في الحركه والتنقل بين التطبيقات. بيفكرني شويه بنظام الوان بلس لكن ده اسرع منه. الوان بلس مميز اكتر انه سلس وانيميشن مشابه للايفون. لو كنت مهتم يعني وشفت الفيديو هتفهم قصدي، ولو مش مهتم خلص الفيديو ده وشوفه هيعجبك جدا. ومع الجمال ده لازم ينزل ببروسيسور قوي، فهو احدث بروسيسور من كوالكوم في الفئه المتوسطه العليا، خلي بالك، سناب دراجون 7 بلس جين 3، وده نفسه الموجود في الوان بلس اي 3 في. مديني تجربه متكامله جدا بدون غلطه او تضحيه من ريلمي. معالج الرسوميات ادرينو 732، مفيش اي تضحيه، انت معاك موبايل متكامل. وفي الالعاب حكايه. على بابجي سجل 60 فريم بس، اتمنى ينزلوا ابديت جديد ويوصل لل 90 فريم، هيكون سلس اكتر، وهو على 60 فريم ما فيهوش اي مشكله. لكن الشباب المهتمين بالالعاب بيفرق معاهم جدا عدد الفريمات، ولو عايز تعيش جوه اللعبه فهتعيش فعلا مع سماعتين ستيريو صوتهم حلو وداعمين للصوت المحيطي. اللي عجبني اكتر من كل ده الشاشه. شاشة كبيرة جدا 6.78 انش مع الكيرف الجميل المعروف من ريلمي، وحافة صغيرة من فوق واكبر شوية من تحت. هتكون لذيذة اكتر ومناسبة في مشاهدة الافلام والمسلسلات لانها من نوع LTPO AMOLED، ودي بنسمعها في الموبايلات العالية فوق $800 وانت طالع، مع 1 مليار لون هيديك الوان فوق الوصف، وداعمة ال HDR10 بلس، والجودة الشهيرة جدا في الفئة دي ال 1.5K. الحتة جاية دي تقيلة، مش عايز اقولها بصراحة، اسيبك تفكر شوية. خلاص هقولك، بينزل باكبر رقم سطوع هتسمعه في حياتك، مش 3000 ولا 4000 ولا 5000 شمعة. البطل ده بينزل ب 6000 شمعة، رقم كبير جدا ومناسب لو انت اغلب الوقت بره البيت او بتوصل طلبات. وتحديدا في نقطة توصيل الطلبات هقول لك ليه في جزء البطارية. كل الجمال ده مع تردد 120 هرتز سلس وسريع جدا. فتحة الكاميرا السيلفي فيها مفاجأة هقولها في جزء الكاميرات. اللي مش فاهمه بقى هو التصميم بتاعه غريب جدا. انا مش فاهم ايه ده، تحسه ايفون، وبرغم الشكل الغريب ده فالظهر ازاز وبيبصم شويه، خصوصا لو ايدك بتعرق كتير هتلاقي شكله مش لطيف. افضل لو تحطه في الجراب. مع كل الجمال ده معاك كيرف من الظهر لحد الفريم البلاستيك، وبلاستيك مش الومنيوم، مش عارف ليه بصراحه، بس بيأدي الغرض، ومتقفل تقفيل محترم لحد الشاشه، عامل تناسق حلو جدا مع الشاشه بدون اي زيادات. انا مش عارف ليه بصراحه حاطين الكاميرات على جنب، ليه مش في النص؟ بتكون افضل كتير وبتخلي الموبايل متوازن. ومش عاجبني بصراحه وزن الجهاز، هو تقيل شويه 191 جرام، اخف طبعا من الوان بلس، بس الاثنين في المجمل تقال شويه. من فوق هتلاقي مايك مكالمات واي ار بلاستر خاصيه الريموت، من تحت هتلاقي مايك تاني ومدخل شحن تايب سي من نوع 2، ومدخل شريحتين من نوع نانو، وده عاملين ال 5G، جميل في الاتصال والمكالمات عامه. البصمه في الشاشه جميله وسريعه جدا، اوقات بس بتعلق لو ميلت صباعك شويه، لكن ممتازه في المجمل. والاجمل من كل ده انه واي فاي 6 بلوتوث 5 و4، وداعم بشكل كامل NFC. مفيش اجمد من كده، والسوفت وير خلاص الحكايه. الجميل ده بيجي مع اندرويد 14 واجهة ريلمي الجديده ريلمي UI 5، حلوه وسريعه جدا، بتخطفك مره واحده مع سرعه في الحركه وفتح وقفل التطبيقات، واللي مساعد اكتر التردد والرامات ومساحه التخزين، وهتعرفوا ليه كمان شويه. ففي المجمل وانت معدي اعمل اشتراك وفعل زر الجرس تقديرا للمجهود ده، واي كلمه حلوه تشجعني هحبك جدا. وتعالوا نشوف الكاميرات. عايز اقول انه بيطلع صور حلوه مع كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل ومثبت بصري، وكاميرا تانية 8 ميجا الترا وايد، حاجه مقبوله على سعره، الوان مظبوطه، تفاصيل الى حد ما واضحه، ولما بتعمل زوم لحد 2x بيطلع تفاصيل مقبوله، هي مش الافضل لكن مقبوله مقارنه بالاجيال القديمه، كانت اسوأ ولحد ما التفاصيل باينه، لكن بحسه في بعض الصور بيطلع الالوان مشبعه زياده عن الطبيعي، وفي الاضاءه المظبوطه بيطلع صور محترمه مع تفاصيل الى حد ما مظبوطه، في الزرع جميل وبيطلع تفاصيل حلوه وواضحه، الوان مظبوطه، لكن تبص على
المباني تحس ان الاطراف مش واضحه منغمشه شويه. في نايت مود الى حد ما بيطلع تفاصيل مظبوطه واضحه، الوان مظبوطه، لكن هتفكر تصور حد بورتريه هتلاقيه مقبول في تفاصيل الوش، لكن الشعر والدقن مش دايما بيكونوا واضحين، اوقات تحس انه رسمهم واوقات بيكونوا مظبوطين. لو هتفكر تصور فيديو فهو 4K لحد 60 فريم، بيطلع فيديو محترم كالوان وتفاصيل وثابت في الحركه والمشي. انت معاك جهاز يعتمد عليه جدا في تصوير الفيديو اكتر من الصور. في السيلفي جميل مع كاميرا 32 ميجا بكسل، تفاصيل الوش واضحه والشعر بنسبه كبيره، لكن ما تكونش متصور ورا زرع او لون غامق عشان يظبط الشعر والدقن كويس. في تصوير البورتريه حلو، بياكل خفيف بس من خصل الشعر في بعض الصور، مش كلها صراحه، لكن في الغالب كان بيعزل حلو. في الفيديو في اختلاف وتطور كبير جدا، بقى بيصور 4K 30 فريم، طلع تفاصيل الوش والشعر، لكن الدقن مش قد كده. بحس الوان الزرع باهته شويه درجه بسيطه، وثابت بدرجه كبيره في الحركه، بحسهم متكلفين قوي في الموبايل ده. الحته دي هتعجبك جدا. لا بجد رقم كبير قوي، 5500 ملي امبير. انت معاك باور بانك مش بطاريه، بتستمر معاك فتره طويله وتنفع اكتر لشغل التوصيل، هتكمل معاك اليوم كامل بدون مشكله، ومعاه الشاحن ال 100 واط، فما تقلقش من نقطه البطاريه نهائي. وفي المجمل عجبني اكتر الرامات ومساحه التخزين. الرامات بتنزل باعلى تردد 4200 ميجا هرتز والثلاث انواع 8 12 16، مش هتحتاج اكتر من كده. ومساحه التخزين اسرع نوع حاليا UFS 4، وبرده ثلاث انواع 256 512 1024 جيجا، مساحه كبيره جدا تغنيك عن كارت الميموري، وعاملين تجربه متكامله جدا جدا مع البروسيسور. بص الحته الجايه دي هتغنيك عن اي مراجعه هتشوفها. باختصارا عجبني الوان الكاميرات والتفاصيل، ومش دايما الشاشه في التردد والدقه والالوان، الواجهه الجديده، الاداء العام والالعاب، سطوع عالي جدا، وجود IR بلاستر، صوت واضح ومحيطي، الكاميرا السيلفي اتطورت كتير في الصور وفي الفيديو، وجود بطاريه كبيره جدا مع شاحن 100 واط، تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفيه. ما عجبنيش الكاميرا الخلفيه في بعض الصور، مش بتوضح التفاصيل والعزل كويس، مش دايما بيكونوا مظبوطين. الكاميرا السيلفي في العزل بتاكل من تفاصيل الشعر خفيف، اوقات البصمه بتعلق لو مش ظابط ايدك كويس، تصميم الكاميرات على جنب بيخلي الموبايل مش موزون، مفيش كاميرا زوم، وزن الموبايل تقيل شويه ممكن يضايقك. وبالرغم من كل العيوب دي عايز اقولك ان الموبايل حلو ومتكامل جدا، لكن مش هيديك افضل تصوير في السعر ده، محتاجين يركزوا اكتر على الكاميرات ويضيفوا كاميرا زوم ويحسنوا تفاصيل الصور، هيكون موبايل متكامل جدا. انا مستغرب منك لحد دلوقتي ما لقيتش مقاومه ميه، وما دخلتش سالتني في الكومنتات ازاي، ما تسالنيش. عموما هقولك هو بيدعم مقاومه ميه IP65، اكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل ده. وما تنساش تنورنا على الاربع منصات، الفيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التيك توك، عشان نكون اسره مع بعضينا واكبر اكتر واكتر، وابتدي اوزع هدايا. نفسي جدا. دمتم بافضل حال. سلام.